بعد العسر جاء اليسر، وتحسنت الحالة الصحية للداعية المصري الشهير زغلول النجار الذي حل بمنطقة الأوراس في زيارة دعوية، ولكن ثقل السنين 84 عاما من خريف العمر والإجهاد أثر على صحة الداعية، فأصيب بوعكة أخذت أبعادا من الإشاعة هنا في الجزائر وهناك في مصر. أتوجه إليكم جميعا من مقري هذا برسالة شكر كاملتين وافرتين، أولاهما للشعب الجزائري الشقيق الذي غمرني بحبه ورعايته وأعطاني فوق ما أستحق. الرسالة الثانية إلى الإخوة والأخوات في الدول العربية والإسلامية الذين قلقوا علي في هذه الأزمة الصحية القصيرة، وهي مجرد إجهاد أكثر من اللازم في سلسلة من المحاضرات المتتالية. وأشكر للجميع في الدول العربية والإسلامية إحساسهم بي وحرصهم علي، وأطمئنهم أني بخير الحمد لله. حالته مستقرة جدا، وهو يعني يحتاج إلى راحة، ولهذا أطمئن يعني محبي الدكتور من الجزائريين ومن خارج الجزائر بأن وضعية الدكتور مستقرة، ويعني ليس هناك ما يدعو إلى القلق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.